السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كنت وعدتكم من يوم 4/6 إن إحنا مش هنتكلم على أي حاجة غير على فريقنا النادي الأهلي لغاية لما إن شاء الله ينجز مهمته الأصلية والأساسية في كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري بنجاح بإذن الله، واستعادة كأس أفريقيا إلى مقر النادي الأهلي بالكأس 11. ولكن يعني في أحداث كتير مرت في الفترة دي وأنا تغاضيت عنها وما اتكلمتش عنها لأن أنا خلاص كنت وعدتكم بده. لكن في حاجات ما ينفعش السكوت عنها، ما ينفعش، لازم يعني ما اتقالتش في وقتها مش هينفع يسكت عنها. بالامس القريب الدنيا قامت، ما قعدتش وولعت على ابننا محمود عبد المنعم كهربا لما هتف مع جماهير الاهلي قدام مدرجات جماهير الاهلي بأوف اح كهربا حطه صح، او اوف اح كهربا عقده صح. والدنيا قامت ما عادتش، ونزلوا الملائكة من السماء اللي هم في قناة الزمالك، وقالوا لك وازاي تسمح بهتاف زي دون واشارة باليد لمحمود عبد المنعم كهربا، ايحاءات جنسية، والماتش مذاع في البيوت المصرية والعربية والشعرية والرز والمهلبية والملوخية، ولازم يبقى فيه اهانة الجمهور الزملكاوي والنادي الزمالك، وشتم وعمل، وفضلوا يضغطوا وفضلوا يهللوا ويطنطنوا لغاية لما لجنة عدم الانضباط طلعت قرار تاريخي بإيقاف كهرباء 12 مباراة وتغريمه 1,000,000 جنيه لما بدر منه، وحركة ايده الفاضية، حطوا تحت الفاضية دي 1,000,000 خط بإيده بس كده وهي فاضية، بهذا الجرم الفظيع اللي عمله كهربا. وعشان الولد محمود كهربا، وانا بقى اسمحوا لي اقول عليه ولد لانه هو من دور ولادي وزي ابني، وافتخر ان هو يبقى زي ابني، واتمنى ان ابني يبقى نص كهربا، عشان الولد مظلوم وما اخطأش، وان كل اللي اتقال ده مجرد حقد وغل وضغينه عشان هو فضل النادي الاهلي اللي هو اصلا طالع منه كشبل، فضله لعدة مزايا كتير جدا زي ما عد عن هذا الفريق يعني اللي تقريبا هيتوقف قيده، اللي ما فيهوش فلوس، اللي رئيسه معزول، اللي بيضربوا في بعض وبيشتموا في بعض، اللي المعزول ادى تعليمات للموظفين والعمال ما تهتمش بالنظافة ولا بأي شيء عشان يبان الفرق بين جنة المعزول والمعزول وهو بعيد. كل الكلام ده غير طبعا هزازين الرؤوس والمطبلاتية والمعرضين وكل الناس، ومحمد حاضر هقول اسمك، ومحمد كمان مرة، محمد مبسوط كده، ده انت جاي خد من نصيبك صبر، خد بس، ومحمد والدنيا كلها. يقوم يجي بقى يطلع علينا اللاعب الخلوق المحترم المؤدب ابن الناس المتربي، اللي رئيسه متربي، اللي علمه على الفضيلة والأخلاق والاحترام، دونجا، بعد هدفهم اللا أخلاقي بعد هدفهم اللا أخلاقي الغير محترم في اتحاد السكندري، بيحتفل بطريقة كلنا شفناها. ولكن حابب ألقي الضوء على حاجة مهمة جدا. كل الدنيا قالت لك شفتوا دونجا عمل ايه مع احمد سيد زيزو بعد ما الجون جه واحتفلوا. لا يا جماعة، ركزوا في الفيديو كويس. انا بطالبكم تركزوا في الفيديو وتعيدوه تاني مرة واتنين وتلاتة. دونجا المحترم ما عملش كده مع احمد سيد زيزو بس، ومع المسلوسي نفس القصة. يعني هو بارك لزيزو وبعدين كمل مباركة للمسلوسي، وواضح كده ان الموضوع عادي عندهم، وان الفرقة يعني كلها مثلية زي بعض. لا يعني
ما تفهمونيش غلط، لا مثليه يعني ايه؟ ما هي مثليه، مش هقدر اقول حاجه. يعني هقدر اقول ايه؟ اللي شفناه ده يقول ايه؟ يعني زي بعض بايه؟ بالمثل 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 يبقى مثليه. يلا خلينا نمشيها، تمشي كده يا محمد؟ ايه؟ عادي؟ طيب محمد بيقول لك عادي. عادي ازاي؟ محمد بيربط الاحداث دي بالمعزول. ما هو صحيح، اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت هي الرقص بالاصابع. امم يعني تتوقعوا ايه؟ يعني تتوقعوا ايه من لعيبه نادي؟ يعني مش عارف، مش عارف. افهموا انتوا بقى اللي ما بين السطور. دلوقتي يطلعوا يهيجوا عليا انا لان انا معدوم الشرف، انا قليل الادب، انا اللي بعمل الحاجات دي، وهم ملايكه، هم مؤدبين. يطلع بقى علينا المخبر يعلق على التصرف ده؟ لا. يطلع علينا هبه فرخه بيقول اي حاجه؟ لا. يطلع علينا الواد ابو حاجبين مقطوعين دول بايظين اللي هو عار على الصعايده اللي اسمه عبد الشافي صادق يقول حاجه؟ لا 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 لا, لا ارى لا اسمع لا اتكلم. طب الهبدور ابو حزقه عادي، عادي، الموضوع ده عادي. كلهم واخدين الموضوع من باب واسع. اه والله الموضوع عندهم واسع قوي، عادي يعني. ايه المشكلة يعني؟ احنا اصحاب مع بعض، احنا لعيبة مع بعض، احنا كيان واحد كلنا كده. ايه المشكلة يعني؟ موضوع عادي. لكن كهربا لا. ليه؟ لان كهربا بيرتدي التيشيرت الاحمر، تيشيرت العزة، تيشيرت الرجولة اللي هو تيشيرت الاهلي. لا نقوم الدنيا عليه. اما الحلوين المفروض الخطين دول يتلفوا بدل ما يبقوا افقيين يبقوا رأسيين. نلبس بعد كده تيشيرت الزمالك الابيض بحمالات. ما هو كده بقى خلاص، ولا ايه يا محمد؟ امم لا مش انا. لا. بيقول لي بارك لي. لا ما نجحش في حاجه، ده عايزني ابارك له زي ما دونجا بارك للهدف. وعلى ذكر الهدف اوريكم بس حاجه بسيطه كده، مش عارف انتوا خدتوا بالكم منها ولا لا. العهر التحكيمي. امين عمر هذا الفاجر اللي اشار باستكمال اللعب بعد، وهو لاعب الاتحاد اللي ربنا ستر وما جالوش رباط صليبي في الوقعه، واحرزوا بيها الهدف القذر اللي احرزوه الهدف الاولاني. بعدها بعد ما الاتحاد سنتر يقع دونجا صاحب الواقعة ديا، يقع فيروح مصفر. ايه؟ اوقف الكوره اطمن على دونجا. طب ما صفرتش ليه في اللعبه بتاعت الاتحاد؟ لا اصل ده الاتحاد يا عم، الاتحاد رجاله. فاهمين انتوا؟ الاتحاد رجاله، اللي يقع يقدر يستحمل. اما اصحاب السلامات خد يا تعالى بس بقى مش بالصوابع كلها، ما يستحملوش. ليكون فاهمين انتوا؟ راح موقف وبعدين عمل اسقاط. طب ليه ما وقفتش هنا ووقفت هنا؟ اصل في فرق طبعا، في فرق في الصراعات سيدي الرئيس. عموما مبروك عليكم، مبروك عليكم الفوز القذر المشبوه بتاع الاتحاد. طبعا دي قديم، اول ماتش خلصان اول امبارح وما كنتش اتكلم عليه اصلا، لكن فوجئت بالفيديو المشين المهين القذر اللي صدر من شويه لعيبه قذره. والله شويه لعيبه كذره. المفروض تلبسوا بعد كده التيشيرت الابيض يبقى عليه علم الريمبو، يبقى عليه علم الريمبو. وما نعرفش بقى مين فيكم سلبي ومين ايجابي، ولا كلكم سلبي في ايجابي مع بعض، الله اعلم. انتوا واعلامكم وقناتكم وكل من ينتمي لهذا الكيان المشين المهين الا من رحم ربي. يعني طبعا مفيش منظومه تبقى كامله فاسده، كامله مثليه، كامله فشله. اكيد يبقى فيها ناس محترمين، والمحترمين دايما متواريين عن الصوره البشعه، زي امثال طبعا مش لو عدينا هنعد كتير. حسن شحاته، لا حازم امام، لا حازم امام ده بين البين. حلمي طولان، برضو فاروق جعفر بين البين. يعني المصلحه فين ويشتغل عليه. يعني ناس كتير
بس متورين عن الصورة، لأن لا يشرفهم إن هم يطلعوا في المنظر القميء اللي احنا شفنا في هذا النادي، نادي الكرامة. صح يا جمال يا عبد الحميد؟ نادي الكرامة. محمد قوم الشطف بقى عشان الدنيا حر. يلا شكرا لكم يا جماعة، ونتقابل في احتفال جديد لفريق نادي الزمالك بعد هدف مشبوه تاني. بس بقى نغير بقى، مش كل مرة زيزو المسلوسي، يعني نغير عشان ايه الموضوع ما يوسعش منكم قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.